اليوم سوريا نحن أكيد فيها مشاكل كثيرة. يمكن اللي عديتوه حاليا أقل بكثير من الموجود، لأنه نحن في حقبة تراكمية ورثناها جميعا، وبالأخص خلال 14 سنة الماضية سوريا تعرضت لحرب كثير كبيرة. اليوم عندنا نصف الشعب موجود برا، واللي موجود في الداخل في جزء لا بأس فيه لا زال موجود في الخيام ومناطق العراق، بلدان المهدمة، مناطقهم قراهم مدمرة، عدا عن تراجع في المستوى الاقتصادي ومستوى الإنتاج والقطاع الخدمي أيضا مدمر. ففي مشاكل كثيرة. أنا بحب دائما بالحوار مع يعني من يمثلون المجتمع أنه نتطرق إليها بشكل خفيف ونذهب إلى الكليات الجامعة. ففي كليات عامة اليوم نحن على مفرق تاريخي كتير هام، والحدث اللي صار خلال السنة الماضية حدث ما هو طبيعي، مو فقط أثر على الوضع السوري بل أثر على المنطقة، بل تأثيره وصل إلى أطراف العالم. واليوم سوريا استطاعت لتنجز خلال السنة الماضية على صعيد العقد والمشاكل الإرثية القديمة والموروثة، استطاعت أن تعالج أشياء كثيرة كبيرة ومعقدة. يعني على رأسها موضوع العقوبات. نحن يا أخواني لما بنقول رفعت العقوبات عن سوريا هي كلمة كثير بسيطة بتنحكى، لكن فيها تفاصيل كثيرة. اليوم ما في دولة في العالم تستطيع أن تعيش في عزلة عن محيطها الإقليمي والعالمي. بتعيش في عزلة فهي بتحاصر نفسها. فسوريا كانت بسياساتها قائمة على عزلة كبيرة عن المجتمع، على محيطها الإقليمي وعن المجتمع الدولي بنفس الوقت. نحن في مرحلة إخواني إعادة بناء دولة من جديد، نعتمد على الإرث المفيد القديم. مو كل شيء كان غلط خلال 100 سنة الماضية، فنحن ما هدمنا كل ما كان في الماضي. والبناء الجديد له خواصه وله فلسفته أيضا. الأهم عنوان فيه أنه الشعب يساهم في هذا البناء، ولحتى يساهم الشعب بده نوع من الاستقرار، ولحتى يكون في نوع من الاستقرار بدنا ما نكون أسيرين للمشكلات التاريخية اللي وضعنا فيها ويمكن كلياتنا ما لنا ذنب فيها. فنحن عندنا مصالح مشتركة كتير كبيرة. اليوم أهم استثمار اللحظة والفرصة التاريخية لانتقال سوريا من حقبة إلى حقبة أخرى وتذهب إلى نوع من الاستقرار والتطور وكذا، وهذا بصراحة هو موجود بين إيدينا الآن وبين إيديكم أنتم أيضا، وبالأخص أهل الساحل، لأنه هو العنوان الأمثل لأن يكون النموذج الأقوى لتجاوز الخطاب الطائفي والمرحلة الطائفية والخشية من بعض. اليوم نحن السياسة السورية عندها مهمتين أساسيات، اللي هو الاستقرار الوضع في الداخل السوري، استقرار أمني، وأيضا تنمية اقتصادية. وعندها المحورين هدول نحن ماشيين وعم نضع كل طاقتنا للعمل بهذا الاتجاه. الدولة السورية ما عندها عقدة الثأر، ولا عندها عقدة النقمة، ولا عندها عقدة مبدئية أو موقف مبدئي من أي طائفة أو أي أحد. اللاذقية وطرطوس بيئة مناسبة جدا للاستثمار، ونحن سوقناها بشكل كتير كبير، وعم نتكلم على ربط إقليمي. لذلك نحن أسرعنا في موضوع استثمارات الموانئ، واخترنا شركات تكون لها انتشار واتساع عالمي، حتى تصير سوريا في المستقبل هي المحطة الأساسية للربط النقل التجاري ما بين الشرق والغرب. وهذا الشيء أنا تكلمته مع كل الدول الأوروبية، تكلمنا مع الدول الآسيوية، تكلمنا حتى مع أمريكا نفسها، مع الدول الإقليمية، وكل العالم مشجع على هذه الفكرة. فبوابة هذه الأشياء هي موجودة في الساحل السوري. الساحل السوري ما هو يعني مسألة على هامش الخريطة السورية، أيضا هو محط اهتمام كتير كبير، لأنه بنفس الوقت في إقبال عليه كتير شديد. نحن خلال السنة الماضية حاولنا نعالج كثير من القوانين والإجراءات ومسائل تتعلق في تسويق الحالة السورية، وأعتقد 2026 راح يكون بداية الإنجازات راح تصير تشوفوها على أرض الواقع. وأعتقد من أكبر المستفيدين من هذه القطاعات راح تكون هي حلب والساحل ودمشق في نفس الوقت. فمن خلالها راح يعني تحيا موضوع الزراعة، خاصة زراعات اللي هي نحن فتحنا أسواق كثيرة دولية وعالمية. راح تبدأ الشركات تأتي لي يعني تستثمر القطاع الزراعي، وفتح الأسواق شيء كثير مهم بالنسبة للمزارعين.
وحتى التقنيات الزراعية الحديثة أيضا ستدخل على سوريا بشكل جيد إن شاء الله. على موضوع الصناعة وزيادة الإنتاج في الداخل السوري أيضا، موضوع سينعكس على موضوع البطالة أيضا بإذن الله. الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمارات هو راح يكون الأولى، وبعتقد فيه فرصة ضخمة جدا أنا في الساحل السوري، وراح يكون فيه عملية إنعاش ضخمة، يعني سواء القطاعات السياحية، الخدمية، الصناعة، الزراعة، كل قطاعات مؤهلة أن تبنى في الساحل السوري. اللي محتاجينه اليوم أن نبدأ صفحة جديدة جميعنا مع بعضنا، نتعرف على بعض بشكل أفضل وأكثر، وأن نكون القانون هو الذي يحكم ويفصل بين خلافاتنا ومشاكلنا. وأيضا سواء العدالة الانتقالية هي ماشية، ربما ليس بالطموح الذي يتصوره البعض، لأن العدالة الانتقالية هي مسار أيضا وثقافة، وتحتاج أيضا يعني بضع سنوات حتى يكتمل المشهد تبعها، لأنه أيضا تحكمها كثير من القوانين المحلية والدولية اللي تسير عملا. بعتقد أنه نحن مرجعيتنا تبقى دائما القانون، لأنه نحن دولة مواطنة ودولة قانون لازم نكون، مو دولة طوائف وبدنا نعالج مشاكلنا طائفيا ودائما نفكر طائفيا. خلاص في قانون هو الذي يحمي كل البلد ويحفظ حقوق الجميع. نشتغل بهي الروح يا أخواني، راح نلاقي نفسنا بعد فترة بسيطة، راح نلاقي نفسنا دائما